فتشوف انت اصلا متميز في ايه وتبتدي تحط الحاجات اللي انت متميز فيها انت كشخص على البيزنس بتاعك، فيبقى البيزنس بتاعك مختلف بيك. كنت شفت واحد على النت يا رامي كان بيتكلم على ستيف جوبز بتاع ابل، قد ايه الراجل ده غير في حياه البشريه وغير في حياه ابل. هو التليفون وشركه ابل كانت بتبقى موجوده بستيف جوبز ومن غيره. ستيف جوبز ككاركتر بالتيشيرت الاسود والبنطلون الجينز واتيتيوده وطلعته على المسرح وطلته البهيه، هو ده اللي كان اد اون، هو ده اللي كان مخلي الكونفرنس بتاع ابل زمان في انجيجمنت وي. الراجل اللي جه النهارده انا ما اعرفش اسمه للاسف، مكان ستيف جوبز بتاع ابل، عمل انوفيشن رهيب اصلا. بطل يطلع اون ستيج وبقى يجيب كاميرات تصور ابل بشكل مختلف وبقى يطلع معاه التيم وبقى يعمل انترو لكل واحد، فهو نفس التليفون بس الراجل ده توتالي مختلف، فخلى البرودكت كمان مختلف مع ان البرودكت هو بس هو حط اد اون وحط فاليو بروبوزيشن وحط يو اس بيز على شخصيته. كنت لسه بقول يا فاطمه ان لو انت عملت زي البقره هتبقى مختلف، لان انا يوسف ودي بقره، فاكيد لو البقره بتعمل حاجه وانا بعملها اكيد اعملها بشكل مختلف، يمكن اعملها اضعف، يمكن اعملها اقل، يمكن اعملها احسن، يمكن اعملها اذكى اكتر، حاجات كتير، فاكيد هتبقى مختلف. بس اعملها، اللي مطلوب منك ان انت تعمل. لو ما عندكش اشتغل وهتلاقي الفاليو بروبوزيشن وانت ماشي، يعني افضل ماشي في طريقك وهتلاقي النتائج وانت ماشي في طريقك. لو عجبك الكلام ده اكتب لي برده كومنت، يمكن اطلع لك في الفيديوهات اللي بعد كده.